هذا وصلت له على راديو حارة FM آراء أهالي حلب عن مؤتمر جنيف، وعاد لنا بالتالي. أكيد لا، أكيد لا، لأنه لو جاءت حلول كان أعطى من أول مؤتمر مو بالثاني. هذا كله عم يضحكوا علينا. نحن بساحة عرفت علي؟ الشعب السوري عم يلعبوا فيه يمين شمال. فاضي، كله على الفاضي، مثله مثل غيره. يعني مثل جنيف 1 جنيف 2 كله على الفاضي. هذا أتوقع يصير عملية سياسية؟ لا نهائي، كله على الفاضي. هذا شيء أكيد إنه بده يكون مثله مثل غيره مثل قبله، يعني ما راح يقدم شيء للشعب السوري. كلام دائما بصير المؤتمرات وبصير حكي بس، يعني ما الشعب كله ضدنا، العالم كله ضدنا. ما بظن انه الدول يعني متآمرة كلها على الشعب السوري، ما اظن تطلع بنتيجة ايجابية. بس تغيروا اشخاص سياسيين. ما عندي يعني تفاعل بين المؤتمرات. يعني الموضوع على الارض قوة السلاح هي الحل. مؤتمر فاشل، لا خرج لا يصير، لا يعني لا هلا ولا بكره ولا يعني يصير مؤتمر عدد 30 ما خرج، يعني صعب. اللي بده يحل رب العالمين ثم الثوار اللي على الارض. انا بتوقع ما راح يعطي نتيجه نهائيا، لانه النظام معروف عنا كلياتنا لا يمكن يعترف لا بالمؤتمرات ولا بالحلول السياسيه، ما بتجي الا فرض بالقوه. لذلك الدول هي بدل ما تدعم المؤتمرات تدعم المعارضه على ارض الواقع، هذا بيعطي نتائج افضل. ومعنا للحديث حول هذا الموضوع ضيفنا في الاستوديو الصحفي السوري أحمد مظهر سعد. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. بداية يعني ما تعليقك ربما على آراء عديدة من أهالي مدينة حلب حول هذا المؤتمر؟ الشعب السوري شعب عظيم لا شك في ذلك، واستقراءه للواقع السياسي الذي يتم التعامل معه هو استقراء صحيح، وهو ينبع من المعاناة اليومية على أرض الواقع ومن تجاربه عبر 5 سنوات خلت. ما يقوله الشارع السوري هو صحيح، إنهم يعرفون تماما أن كل ما يحاك هنا وهناك في جنيف أو فيينا أو ما شابه ذلك هو بالضرورة لعب في الوقت الضائع وضحك على الشعب السوري. هذا لا يعني على الإطلاق ألا يذهب المفوضون إلى المفاوضات، ولا يعني على الإطلاق ألا نعمل سياسيا، لأن أي حرب عسكرية بالضرورة سوف يكون حلها سياسيا وعلى أجندة أو طاولة المفاوضات بالتأكيد. طيب أستاذ أحمد، ما رأيك بقائمة الدعوات التي وجهت حتى هذه اللحظة؟ يعني كان هنالك حديث عن رندا قسيس، قدر جميل وهيثم مناع، عباس حبيب وسليم خيربيك. هو حقيقة تم توجيه الدعوة لكل هؤلاء طبعا، ومع الفروق، وأنا أعتقد أن هناك فروق بين هذه الأشخاص. هناك أشخاص من هذه الأسماء هي تابعة حقيقة للنظام السوري ولا تمثل الشرع بأي شكل من الأشكال، وهناك أشخاص إلى رأي خاص يختلف قليلا أو كثيرا عن هيئة العليا للمفاوضات في الرياض، ولكنها ليست مرتبطة كأجندة مباشرة من النظام السوري. ومع ذلك هناك دعوات وجهت للجميع. ما قيل من ديمستورا بأن الهيئة العليا للمفاوضات هي التي ستقود المفاوضات في جنيف هو صحيح، هي الأساس، هي في توافق دولي على ذلك يعني. وسيكون هؤلاء ربما مستشارون مدنيون أو ممثلون كما وصفهم ديمستورا. هل هناك عدة حلول؟ يعني هناك من طرح أن يكون هناك طرف ثالث، يعني النظام والمعارضة والطرف الثالث، أو مستشارون أو بيمثلوا المجتمع المدني. ودائما تعرف أن الغرب يريد أن يكون هناك تمثيل للمجتمع المدني. هذا منذ جنيف الأولى كان هناك طرح أن المرأة لها جوتا والأقليات لها جوتا وإلى آخره. هؤلاء يعني يمكن أن يكون بهذا الشكل، ولكن بالنتيجة لن يكون هناك شيء يرجى من هذا اللقاء في جنيف، لأن السمة التي طرحها بالأمس ديمستورا على هذا اللقاء ليس مفاوضات، قال إنها محادثات. هناك فرق كبير بين المفاوضات والمحادثات. هل اليوم المعارضة السورية سوف تجتمع لتحسم خيارها؟ ترى أن المعارضة سوف تتوجه إلى جنيف؟ أعتقد أنه لا مناص لها من أن تتوجه إلى جنيف. يعني خلينا نكون واقعيين، ليس القرار في يد المعارضة السورية يا جماعة، خلينا نكون واقعيين. أنا أعتقد أن كل إنسان معارض حقيقي لهذا النظام الفاجر لن يكون له أمل في جنيف، ولن يرجو شيئا، ويعرف أن الشارع لا يريد ذلك. ولكن هل يستطيع أن يقول لا؟
إلا إذا كان هناك وعود أخرى وهناك اتفاقات تحت الطاولة هنا وهناك مع بعض الدول التي تقول أنها أصدقاء سوريا، وهم طبعا في جلهم كاذبون. وأثبت الواقع أن الأمريكان لو أنهم حقيقة إلى جانب الشعب السوري لكان الوضع كله اختلف. الأمريكان والروس متفقون على الشعب السوري بكل بساطة وبوضوح. كان هنالك تصريحات بصوت عالي من الرياض أو من ممثل السعودية في الأمم المتحدة المعلمي قال إن لابد من الاستناد على جنيف واحد وبحثية الحكم الانتقالي وكل هذه المطالب. برأيك هل سيكون هنالك ضغط سعودي تركي في هذا الاتجاه في الفترة القادمة؟ ربما نجح هذا الضغط في استبعاد صالح مسلم. لنسميها يمكن أن تكون هناك مطالب تركية، مطالب سعودية، ليست ضغوط. لا يمكن للسعودية أن تمارس ضغوط بصراحة، لا يمكن للأتراك أن يمارسوا ضغوط على الأمريكان. الأمريكان هم من يقررون وليس الأتراك وليس السعودية. الأتراك لا شك أنه إلى جانب الشعب السوري، والسعوديين أيضا مع خلاف مع بعض دول الخليج التي ليست، ثبت الواقع أنها ليست إلى جانب الشعب السوري منها الأمارات مثلا. ولكن حقيقة يعني هناك حراك في هذا الاتجاه. تريد الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن حصل ما حصل على الأرض عسكريا عبر دخول العدوان الروسي بكل هذه الفترة وتغيير الملامح على الأرض، تريد أن يكون هناك اتفاق ما، لقاء ما، هو بإطار جنيف صحيح، ولكنه لن يكون الحل بالتأكيد. في سؤال أخير وفي عجالة، هل ترى أن هذا المؤتمر سوف ينتج عنه لا أقول حل للوضع السوري ولكن تغيير شيء على الأرض بعد الاستعصاء وهذه المراوحة التي بدأت من 2013 حتى اليوم؟ في أحسن حالاته فيما لو استطاع أن يوقف إطلاق النار فيكون قد فعل الكثير. هذه الأمل اللي أنا شخصيا لا أتجاوزه 20%، ولكن أكثر من ذلك لن يكون هناك أي حل. لن يقبل المعارضون بحكومة وحدة وطنية مع هذا النظام الفاجر بأي شكل من الأشكال. نعم، شكرا لك. كنت معي في الاستوديو الصحفي السوري أحمد مظهر. شكرا لكم، شكرا جزيلا.